ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة انا حبيت اوريكم الرصة بتاعتي، النيش بتاعتي اللي هي في الشقة اللي بتاعتي اللي في البلد. انا وريتكم الروتين بتاع الشقة، بس حبيت بقى معاكم كده اوريكم واحدة واحدة الرصة. عجبتكم؟ والله دي امكانياتي، بس حبيت بس اوريكم معاكم كده. معلش بس صوتي رايح عشان الفرح وكده. اهو يا حبيب قلبي، دي اول ضرفة اهو. ده اوريكم بس واحدة واحدة كده. ده طقم كان اسمه من 15 16 سنة كده، اسمه طقم القهوة. ولسه طبعا ما جددتش المفارش والله، عشان مش قاعدة، بس معلش وهجددها معاكم بإذن الله، وهوريكم برضو الرصة التانية. دي اول طقم. تاني رف قلبه إيه كاسات ورا اهي، اللي هي دي اللوف اهي. ان شاء الله، اصل كل رصة لازم ينكسر مني كام واحدة. دي برضو 6 كاسات تانيين كده. دي برضو كوبايات اللي هي اللوف دي اهي، لو باينة في الكاميرا. دي جاية مع دي برضو، كانوا طقم كده في الكرتونة. دي بقى لو تفتكروها الكوبايات اللي هي الاهلا وسهلا، اللي هي انا في شهر 11 ده هيبقى لي 16 سنة متجوزة. فهي دي بقى اللطقم اللي هي كانت لازما تدخلي بأهلا وسهلا، يا ألف مرحبا. اوكي. دي بقى سكرية كده، كان بابا جايبها لي من السعودية اهي. اهي زجاج وتقيلة نحاس اهو، المعلقة بتاعتها. بصراحة مكذبش عليكم، استخدمتهاش. كنت جايبة زيها بالظبط بس بلاستيك ازاز وبلاستيك، وبنفس الحامل كده. دي حطيتها في المطبخ وهما بيرصولي. دي من سبوع يوسف ابني، الانتيكة دي بتاعت سبوع يوسف ابني. دي بتاع حمادة. وهوريكم بقى من حاجة ساندي. دي من حاجة ساندي، ده من يوسف. واحدة واحدة هوريكم كده. الرف التالت بقى اهو معاكم، معلش بس عشان الاضاءة مش عارفة هيبان ولا لأ. ده برضو بقيت اللطقم اللي هي بتاعت اهلا وسهلا، كانت كرتونة كبيرة، اللي هي قصدي بتاعت لاف. ده بقى طقم شربات اللي هو بتيجي معاه، اللي هو اهو. استنوا هوريكم برضو الشفشق بتاعه. دي واحدة بس احط انا النيش عندي يا جماعة في اوضة الاطفال عشان المكان بس وكده. اهو يا حبايب قلبي اهو. الطقم ده الشفشق ده كده بيجي معاه الست كوبايات دولت، اللي هما من النوع ده. بس معلش اهو، دي كده. طبعا الله اكبر يعني، هوريكم نيش العروسة بيطلع حاجات بسم الله ما شاء الله. اهو يا حبايبي برضو الست ده في قلبه برونز. ده بصراحة ربنا مش جايباه ايام جهازي، ده من اليومين دولت ماما كانت جايبهم لي في عيد ميلادي. معلش بس التصوير اهو عليه برونز 6. بقيت اهو برضو اهو. دي بقى برضو كانت جايبهم لي في عيد ميلادي اهو. تهيألي ما عادش منه الا النوع ده اهو. ده كده طويل برضو اهو، شايفينه؟ اوريهولكوا ازاي بس مش عارفه اهو يا حبايبي كده. ده من كتر ما بنزل كل سنة النيش وكده بيتكسر منه بصراحة ربنا. بيتهيألي هو ده اللي فضل منه،
فما حبيتش يعني ان انا ارميه كده. دي بقى اهي صواني لسه بورقتها، والله مش راضيه ان انا افتحها وابهدلها. اهي ماما كانت جايبها لي في عيد ميلادي برضو اهي، انتوا شايفيني انا اهو، انا اهي يا حبايبي مذهب اهي، جابت لي منها 2. محبتش يعني ان انا لما بيجيب لي حاجه بيعز عليا والله ان انا ايه ابهدلها. ماشي يا حبايبي. كانت جايبه لي برضو، معلش هنزل معاكم، كانت جايبه لي برضو الطاسه دي عليها ايه اسامي قلب ولافي بقى وكلام كده اهي. دي الالومنيا، يعني عندنا بنعمل الالومنيا عموله. دي طاسه برضو جابتها لي في عيد ميلادي، كاتبه اسمها واسمي، ماما كاتبه الاسم بتاعها واسمي يعني عليها وكده، او ماما من كلام يعني كده وقلب، وكاتبه لي شعر على على الطاسه. ما حبيتش ان انا افرط فيها برضو، سايباها والله، ما حبيتش ان انا اعمل فيها اي حاجه. ده طقم بقى هوت من ايام جوازي، ما فتحتهوش والله، بيتهيألي هديه لساندي بنتي، كان جاي من السعوديه بابا جايبهولي، يعني الحله بس لوحدها مش قادره اشيلها. دي الوسط، هما 5 حلل، جاي معاهم برضو برادين بنفس الماركه. ده ماركه عشان بس انا مش قاعده هنا والله، مش قاعده في شقتي دي. إيه ما فتحتهوش، خدت بس الألمونيا بقى البلدي والأفرنجي والحاجات دي، بس سبت ده والله ما استخدمتهوش، عشان عندنا احنا بلد الألمونيا طبعا. ده 5 حلل. ده بقى اللطقم اللي انتوا عارفينها، اللي هي بتاعة الجيلي والمهلبية، كنت داخلة بيها برضو كتير. معلش نرجع بس الرصة تاني، نفتح لكم الضرفة التانية. اه يا حبيبي اطلعكم فوق بس الاول، انا مش طويلة يعني للدرجة. بصوا هكبر لكم بس اللي هو ده كده، ده اطقم يعني مش 12، ده 6 شكل هو وردة، و6 برضو اهم شايفين نقشة مختلفة. انا حاطة في اخر رف، كنت بحب الكاسات قوي اهو، 6 نقشة و6 نقشة تانية اهو. ودي برضو ماما كانت جايبها لي في عيد ميلادي برضو اهي اهو. ال6 ده صغر بقى اهو، ال6 دولت ماما برضو كانت جايبهم لي في عيد ميلادي. والله يا حبايب قلبي، اللي يحب يجهز عياله ما يحبش يجيب الحاجات اللي هي فيها دي والله. بصوا اقسم لكم بتقع وزينة اصلا مش بتشتغل يعني. ده برضو جايبه ايام جوازي، اللي هو الست الفناجين القهوة دولت. ودي اللي هي الاكروبال اهو، ده بتاع جوازي كان من السعودية اهو يا حبايب قلبي. ده صباع ساندي وده صباع ساندي الانتيكات دي يعني، وده برضو صباعها، ده صباعها، ده صباعها اهو يا حبايبي. يا رب يكون بس عجبكم الرصة بتاعتي. هبعد اهوت اهو يا حبايبي. دي بقى انا وابو يوسف إيه، ده الاكروبال اهو، ده الاكروبال بتاعي اهو يا حبيبي. يا رب بس الرصة تكون عجباكم والله اهو يا حبايب قلبي اهو. دي تاني رصة، لما اشيل لكم بس الصورة كده عشان تشوفوها اهو، حاطين ورا وهنا وكده. حطي بس الصورة تاني انا
اهو دي بقى تالت اللي هو البايركس اللي هو بتاع زمان البني ده. حطيت الاكروبال عشان كان كبير برضو، لان يوم دخلتي مش يوم دخلتي، يوم عزالي رصه الرصة كلها. وجوزي بقى طبعا بيتمم على الشقة بعد ما فرش وبيفتح، لقوا الدورين دولت واقعين على بعض. شلت طبق، اقسم بالله طبق قد كده متكسر رماه، قلنا في 60 داهية والله. اهو، يا رب بس الرصة تكون عجبتكم. ده اسبوع سنجي برضه. هوريكم بقى الرف الاخير بقى. اهو يا حبايبي اكبر لكم بس شويه كده. اهو شايفين الكاسات اللي هو الاخيره دي؟ انتوا شايفيني فين صباعي؟ اهو اهو كاساتي الاخيره دي. ده برضو طقم. ودي برضو استنى بقى اما اصغر. دي برضو اهي، دي برضو منها فيها مسكة جميلة جدا، طلعت والله برضو غالية ومستوردة اهي. دي برضو من ايام الجهاز. ودي برضو كنت انا حابة الحاجات دي كده اهو. والحاجات دي كانت جايه بقى هديه في قلب العلبه بتاعه في قلب علبه اللي هي الطقم دوت. كوبايتين دول كانوا جايين برضو معاهم هديه. يا رب بس اللي عنده حاجه يقول لي بقى. دي برضو صباح ساندي، يعني كانت هي البنوته جايه على الصبيان، كنا عاملين صباح حكايه. اهو يا حبيب قلبي بقى الرف التاني. اهو الطقم ده كده، وجايب الطبق بتاعه. والطقم ده برضو اهو، غير اللي فوق ده بالشفشق بتاعه جوه اهو، بالشفشق. لا ده فوق. وده طقم اهو، ده ده كده الشفشق بتاعه جوه اهوت ده اهو يا حبايبي. ودي برضو كانت عايزه اوريها لكم بس مش هعرف اشيل الرصه. اهو الكوبايات اللي جوه دي اهي، ده اهي دي صباعي اهي. دي كانت برضو 6 كده ملونين منها اهو، حط عليها دي كده، حط على الفازة بتاعت يوسف. دي برضو كانت 6 حلوين برضو، كانوا قيمين غاليين يعني. دي بقى اهو، اهو برضو اللي ماما جايبهم لي ورقة همت. ده كانت اللي لازم تدخل بالمجات دي زمان لو تفتكروا، لازما حرف العريس وحرف العروسة، اس و اتش، فلازما كان كده. دي بقى كانت ساعة برضو من السعودية يعني، والحمد لله اتكسرت في ساعتها كده. مرضتش ان انا اعملها ارميها، فسيبتها في جنب كده متدارية. دي بقى اهو هجيب لكم الكاسات اهي من ورا اهو يا حبايبي. استنوا بس عشان مش عاملة كده اهو. الستة دي بابا كانت ماما يعني جايبهم لي في عيد ميلادي. من كتر اللي بيتكسر الحمد لله على ما انهم خامتهم جميل، بتكسر حاجات من بتاعتي كتير يعني. بس احسن بقى اللي ترصي النيش يا جماعه، مش لازم كل عيد يعني تنزل النيش وتغسل وتعمل. بجد والله في حاجات كتير قوي بتتدهور، والله في حاجات بتتكسر فحرام. إيه دي بقى الرف الاخير اللي هو الميلامين والمكنه البسكوت طبعا. اوريكم بقى يا حبايبي الشنطه دي بقى. النيش عندي طبعا كان بدراج كده زمان،
تليفون معلش. اهو حاطه بقى في الدرج اللي هي الصواني دي، وطبعا اللي هي كانت الصواني دي كانت زمان برضو اهي، كان اهو كان كام شكل كده. كان اللي هي الصواني دي كده تقيلة والله. كنت جايبة 3 اشكال اهو. في نوع برضو كنت جايباه تاني كان مربع، الصغيرين هما اللي كانوا يعني الحمد لله بيتكسروا اهو. ده كده طلعت بقى منهم يعني حبايبي، طلعت بجد. إيه دي كانت حاجة برضو وانا مخطوبة كنت احب الف كده، بس مستخدمتهاش بجد. يعني بيقولوا عليها تقشري السمك والقشر يدخل جوه هنا وبعدين تشيليه كده وتنفضيه اهو. من فوق اهي كده وتقومي منفضاه يعني، بس بجد ما استخدمتهاش. دي طبعا كنت داخله بكام واحده، لان بابا كان عايش في السعوديه، كان جايب منها كتير اسمر وكده، فاستخدمت منها كتير وطلع الاحدث يعني. ده كان طقم كده بابا بيجيبه، مش عارفه جيلي على ايه على ايه، وانا بخرط بيها كده، بشكل بيها جزر، خيار، بيدي شكل حلو قوي. دي برضو داخله بيها اللي هي المكنه بتاعه البيتي فور، مستخدمتهاش خالص والله، والكرتونه اتكسرت. والوشاش طبعا هنا عدد الاوشاش وكده مستخدمتهاش خالص. دي القطاعه دي كنت داخله ب3، استخدمت 2 طبعا. دي كان برضو حاجات جايه من السعوديه وكده، عشان بابا كان عايش هناك وكده، مستخدمتهاش خالص. الكبيرة دي كانت اكبر واحدة، استخدمت الاتنين اللي هما اللي تحت منها. وانا بقى النوع اللي هو بيتقرف معلش شوية يا جماعة، فاول ما لونها بلاقيه غير بقوم رمياها، وخامتها اقسم لكم بالله يعني كانت حكاية، مش عاوزة اوصف لكم الخامة. دي برضو هي فازة برضو بتاعت شركة وكده، برضو كانت يعني عزيزة عليا، جت جايلنا هدية. معلش يا حبايبي بقى الفيديو لو يطول عليكم انا اسفة كتير، بس بفتح لكم حاجة والله في النيش، محدش معايا يعني، انا اللي لوحدي ومالكة لوحدي. دي بقى كانت من 16 سنة العروسة لازم تدخل بيها يعني، اللي هي بتاعت البطاطس، مش عارفة ايه تقطعي ايه وتعملي ايه اهي كده. هي دي اهو برتقان ومعرفش ايه، دي استخدمتها برضو شوية وهي لسه جديدة على فكرة، حتى بقيت ادواتها اهيت. هي دي القطاعة دي طبعا طلع الاحدث بقى، احنا ناس. وده دي شنطة المعالق من السعودية، هطلعها لكم اهي يا حبايبي، دقيقة بس هطلعها. ويا حبايبي معرفتش، ما كنتش مالكة بس من البتاع اهي. دي شنطة المعالق بتاعتي، دي كانت من السعودية، ما محتفظة بيها لغاية دلوقتي.
اهي من 16 سنة والله العظيم اهي. حتى لسه بلمعتها كأنها لسه جاية دلوقتي اهو. وبرضو اللي هي السكاكين بتاعتها. بيجي ضيف بقى عندنا من مصر وكده يعني عزيز علينا، بطلع كل حاجة والله. بس كده اهو بتشيليه، بلاقي بقى الرف بتاعها تاني. معلش الحاجة برضو اتكومت اهي، مش مالكة رص والله. دي المفروض تتوزع يعني. دي بقيت حاجتها اهو اهو. دي الكبشة اهي، دي الكبشة. دي معلقة برضو حطيناها هنا، ودي برضو مش عارفة يعني معلقة ايه وكده. يا رب يكون الحاجات عجبتكم. بس كده استنوا دقيقة برضو هنوريكم الرف التاني. اخر رف بقى فاضي طبعا في قلبه المضرب بتاع البيت. ولو تفتكروا الشيالة اللي هي دي، اللي اهو، اللي هي التلات ترفف وبتتفك وتتعمل، دي برضه كانت على ايامي. ودي الاطباق اللي هي اللي جايه تحت اهو بتاع بواقي، طبعا كانوا رصينها في النيش انا نزلتها. دي حاجات باقيه من سبوع ساندي، كنا عاملين القراطيس دي للاولاد، والانتيكات دي يعني في السبوع وكده. كان كل اللي يجي معاه عيل وبتاع نديله القراطيس دي في ايده. كان مع بالونه ووش كده بقى بيتلبس، وانتوا عارفين بقى بتاع اليومين دول بيعملوا ايه اهو. يا رب الفيديو يكون عجبكم. على فكرة في حاجات فوق والله برضو، في اطقم فوق النيش، بس انا مش مالكة ان انا انزل اهي. لو شايفينها دي اطقم كاسات بابا برضو ماما جايباها، فلقيتها قيمة جدا قلت اسيبها لساندي. وجايبه لها اطقم ألمونيا اهي برضو، سبتها لها والله. عمالي شوفوا ساندي صغيرة بس قلت اسيبها لها. دي كنا جايبينها لها وجبنا لها واحدة تانية برضو. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، والشير. واللايك بقى بالله عليكم محدش ينسى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وتعملوا شير عشان يوصل لكم كل جديد. مع ألف سلامة يا حبايب قلبي.